السلام عليكم متابعيني الكرام، أهلا وسهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. معاكم سمر. النهاردة إن شاء الله عنوان الفيديو بتاعنا هنتكلم عن إعادة تسخين الخبز. كمان النهاردة هنتكلم عن تسخين الخبز على البوتاجاز. هل ده ممكن يعمل لنا مشاكل صحية ولا لأ؟ كمان هل التوستر أو بالبلدي كده اللي احنا بنقول عليها ماكينة تسخين العيش، هل برضو ممكن تعمل لنا مشاكل صحية ولا إيه؟ كمان العيش المجمد اللي احنا بنجيبه ونخزنه في الفريزر علشان لما نحتاجه نطلع منه ونسخن، او اللي احنا بنسميه كده تأمير الخبز او العيش المؤمر، هل الحركة دي ممكن تعمل لنا مشاكل صحية؟ وايه هي كمان افضل الطرق الصحية لتسخين الخبز؟ كل ده ان شاء الله هنعرفه مع بعض في الفيديو بتاعنا النهاردة. بس قبل ما نبتدي ما تنسوش اللايك وتفعلوا الجرس لو اول مرة بتتفرجوا عليا علشان يوصل لكم مني كل جديد. في البداية كده خلينا نتفق ان المكون الاساسي في الخبز هو المادة النشوية، فهنا رفع درجة حرارة المادة النشوية مع وجود بعض الأحماض الأمينية أو بعض البروتين ممكن يعمل لنا مشاكل صحية جامدة جدا، وده عن طريق تكون مادة اسمها الأكريلاميد اللي ممكن تكون على المدى الطويل تعمل لنا مشاكل صحية جامدة وأمراض سرطانية. فعلشان كده وعلشان نتجنب تكون المادة دي اللي هي الأكريلاميد نحاول تسخين الخبز بعيد عن اللهب. كمان ما نلونش الخبز أو العيش بتاعنا ونخليه يقرب للون البني. الكلام ده بينطبق على تسخين الخبز على النار مباشرة. دي يا جماعة عادة سيئة جدا وبجد بتجيب أمراض خطيرة جدا زي السرطانات. المفروض ان احنا نبتعد عن العادة دي تماما، اللي هي تسخين الخبز على النار كده بطريقة مباشرة. ونسخن الخبز بتاعنا اما يكون في طاسة على النار برضو بس في طاسة، او في الفرن، بحيث يكون العيش بتاعنا بعيد تماما عن اللهب المباشر علشان المادة النشوية ما تتعرضش للاحتراق اللي هو اللون الاسود اللي بينتج عن تأمير او تسخين العيش، لانه ممكن يعمل لنا مشاكل جامدة جدا، لان كمان بتتكون ايضا مواد هيدروكربونية، وطبعا المواد دي برضو بتعمل مشاكل صحية خطيرة جدا. طيب نيجي بقى لموضوع الأكريلاميد اللي احنا بنقول عليه، وهو ده بقى المهم علشان نتجنب تكوين المادة دي. طيب لازم نتجنب تلون العيش باللون البني، ونحذر جدا من النقطة دي. يعني لما نسخن العيش نخليه يصل لدرجة التحميص ولا يصل للون البني اللي هو بداية الاحتراق. وبرضو لما نيجي نسخن العيش بالطرق المختلفة، لما نيجي نحطه في الفرن العادي سواء بقى كهرباء او غاز او نسخنه على البوتاجاز، لازم يكون في طاسة. وما نحاولش ان العيش بتاعنا يوصل لدرجة حرارة تقترب من تكون مادة الاكريلاميد اللي هي درجة الحرارة اللي بتلون المواد النشوية اللي في العيش، تمام، واللي بتوصله للون البني. يعني باختصار كده لو ما عندناش التوستر او حماصة الخبز يبقى نسخن الخبز بتاعنا في الميكروويف. ده جهاز يا جماعة آمن وفعال جدا في تسخين الخبز، او في طاسة في فرن الغاز او الكهرباء. كل ده علشان نتجنب تأمير العيش على لهب البوتاجاز المباشر او على الحرارة المباشرة، علشان نتجنب تكون المواد الهيدروكربونية، وكمان نتجنب تكون مادة الأكريلاميد. طيب هنا بقى ممكن حد يقولي احنا كده موضوع الخبز ده هنتجنبه خالص، ولا هنسخنه ولا هناكله طازة ولا اي حاجة عشان الجلوتين اللي موجود في الخبز او اللي موجود في القمح. هنرد ونقول مفيش اي جهة علمية اثبتت اننا نبعد او نطلع الخبز من برنامجنا الغذائي، الا اذا بقى كان يوجد بعض الاشخاص عندهم تحسس او حساسية من الجلوتين او عندهم حساسية من القمح. الناس دي هي اللي لازم تتجنب كل منتجات القمح، حتى تناول الخبز ذات نفسه. تمام. خلاصة الفيديو بتاعنا النهاردة، لازم كل واحد فينا وكل ست بيت تحافظ على صحة أسرتها، لأنها أمانة ربنا هيسألها عليها. الموضوع بسيط جدا يا جماعة، مش محتاج مننا أي كسل. كل الحكاية إن احنا ما نجيبش العيش بتاعنا ونسخنه على النار مباشرة، إما نحطه في طاسة، يا إما لو عندنا التوستر اللي هي ماكينة تسخين العيش، يا إما عندنا فرن نقدر إن احنا نحط العيش جواه. هي دي أأمن طرق تقدري ان انتي تسخني بيها العيش بتاعك. بتمنى تكونوا استفدتوا معايا في الفيديو بتاعنا النهاردة ويكون عجبكم، وان شاء الله انتظروني في فيديوهات تانية جديدة جاية بإذن الله. ما تنسوش بقى اللايك وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات وصفات مع أم تسنيم. استنوني وانتظروني في فيديوهات كتيرة جاية ان شاء الله. مع السلامة.